السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب، واللي مكسلة لغاية دلوقتي تعمل تجهيزات يلا بسرعة نخش على الفيديوهات واعملي التجهيزات. والنهاردة بقى فيديو التحدي الكبير، ازاي يكون عندك سمنة طول شهر رمضان من كيلو بس دهن جاموسي بس. وانتوا عارفين ان دلوقتي اسعار السمنة والزيت دلوقتي عاملين ايه؟ بقت اسعار خيالية. فدلوقتي بإذن الله هيبقى معاكي سمنة طول شهر رمضان بدون مبالغة وبدون كلام كتير. يلا بينا نخش على الفيديو على طول. في الوقت ده بقى أنا جبت كيلو دهن جاموسي كده من بيت الكلاوي. جبته بالظبط ب100 جنيه. يعني أحسن جزء تعملي منه السمنة أو السمنة البلدي هو الدهن الجاموسي اللي من بيت الكلاوي. بيبقى شكله كده مفصص كده وبيسيح بسرعة على البوتاجاز وبيطلع منه كمية سمنة كتير. غسلتها كويس كده وطلعت منها الحاجات اللي مش كويسة وصفيتها، واذا كان فيها حاجات لحوم وكده شلتها. وبدأت بقى اقطعها قطع صغيرة. صراحة ما بفضلش الفرم فيها، لان الفرم هيخليها عاملة زي العجينة، ان هو يعني دهن طري جدا. فالتقطيع بالنسبة لي كان افضل. ويا جماعة اللي نسي يحط اللايك يحطه بسرعة جدا. واللي اول مرة يشوف القناة يشترك على طول ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد اللي احنا بنقدمه. بس قطعته كده قطع صغيرة. انتوا يا جماعة عشان عارفين اسعار السمنة والزيت دلوقتي بقى اسعار خيالية. يعني بصراحة ربنا يكون في عون الناس. يعني دي فكرة يعني بصراحة مش طالعة دلوقتي. هي فكرة من زمان. يعني كان اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوها، ان يجيبوا الدهن ويسيحوه. بس بنضيف دلوقتي شوية تكات كده بسيطة عشان نخليها طعمها احلى واجمل في الاكل وكده. بس اللي يقول لي ممكن استخدمها في الحلويات اقول له لا، دي للطبيخ فقط لا غير. يعني المحاشي الخضار الملوخية طبعا تحفة. كل انواع الخضار والمحاشي والمسبكات هتبقى خطيرة فيها. بس الحلويات لا، انا ما بفضلش، ولان انا اصلا بفضل الزبدة في الحلويات. بس كده وضفت عليها، حطيتها في حلة ستانلس وضفت عليها 2 ورق لوري كده عشان يخلي ريحتها حلوة. وخليت النار على درجة حرارة متوسطة وسبتها. يعني متقعديش تقلبي كتير ولا حاجة، سيبيها كده براحتها على درجة حرارة متوسطة. لان انت لو زودت النار هتتحرق منك. بس كده. واسيبها كده لغايه لما تسيح خالص كده وتنزل السمنه بتاعتها كلها. لو عايزه تضيفي برضو فص حبهان مفيش مشكله. كل ده هيخلي طعمها وريحتها حلوه. لما توصلي لمرحله لون السمنه ذهبي، خلاص كده تطفي النار على طول. ذهبي يا جماعه مش محروقه. يعني انتوا شايفين اللون الذهبي. بس كده وصفيها بقى في مصفى. والحاجات اللي طالعة منها دي احنا مش هنرميها، هنحطها في علبة كده. ولما يكون عندنا أكلة من دون لحمة ولا فراخ هنشتغل بيها. هتخلي الأكلة بصراحة في حتة تانية. يعني ممكن صينية بطاطس ممكن نحط عليها معلقة. ممكن لو أنا عايزة أعمل ملوخية مثلا بدون لحمة ولا فراخ. أي أكلة عايزة تعمليها، أو على المحشي من فوق روعة. واللي جماعة اللي ما شافش المحشي الكرنب بصراحة اللي عملناه من كام يوم هيندم، إن عملناه بطريقة حلوة قوي. بس كده رجعته تاني في الحلة. دي كانت حتة قشطة من وش اللبن، كنت يعني كل ما كان أغلي لبن كنت أشيل منه وش اللبن. فبعد كده ضفتها دلوقتي، وده نص كيلو لبن جاموسي. اللي يقول ينفع أحط لبن مبستر والكلام ده، لأ أنا ما بفضلش لأن أنا عايزة أخليها دسمة. بس حطيت عليها نص كيلو لبن جاموسي، وحطيت عليها حتة القشطة اللي أنا كنت شايلاها من وش اللبن كده ومركناها في الفريزر. بس وقلبتها وبدأت أشغل النار تاني على درجة حرارة متوسطة. شايفين السمنة اتحولت لحاجة تاني، كأنك بتسيحي زبدة بالظبط زي ما بنسيح الزبدة. وحطيت معلقة ملح كده كبيرة عشان تظبط السمنة.
واسيبهم كده قيمة حوالي يعني مثلا 10 دقايق ربع ساعة كده، يغلوا مع بعض وتدخلوا مع بعض. اللي هيقول لي دي السمنة دي مش صحية، بالعكس خالص، السمنة صحية جدا. انا دلوقتي انا حاطة لبن بس، وحاطة دهن الجاموسي بس، ما ضفتش اي ولا زيوت ولا ضفت اي حاجة مهدرجة، عشان خاطر ان انا اخاف منها واقلق منها. بس كده، شايفين كل مدى بتتغير شكلها، كل مدى تحسيها تقلت معاكي، وحاجات كده تنزل في القاع بتاعها. دي اللي هي المرتة. في ناس كتير بتحبها وتعملها سندوتشات، يعني تبقى سندوتشات سريعة كده، وناس بتحب، ناس كتير بتحب طعمها. شايفين لسه برضو ما وصلناش للي احنا عايزينه، او ان احنا نطفي النار. كل ده على درجة حرارة متوسطة، ان انا اقلب من كل مادة كده مرة، كل فترة والتانية. بس كده. قرب بقى ما خلاص، انا متأكدة ان خلاص فاضل على يعني السوا بتاعها 5 دقايق وخلاص، اضيف كوباية زيت كبيرة. اللي هيقول لي انت ليه حطيتي الزيت في الاخر؟ عشان خاطر يعني الزيت لما نقعد نغلي فيه كتير مش كويس طبعا. بس اول ما حسيت ان بقى القاع بقى لونه ذهبي زي ما انا قلت لكم، خلاص اطفي النار على طول. يعني انا حطيت الزيت امتى؟ قبل ما اطفي حوالي ب5 دقايق بس، ما فيش اكتر من كده. بس كده. ايه بقى فايدة الزيت؟ الزيت انه يخليها مش متحجرة. يعني ده من الاول والاخر ده دهن جاموسي، هيبقى متحجر. لا، الزيت هيخليها يعني متبقاش متماسكة قوي، هيخليها مرملة، هيخليها قوامها حلو كده. ده فايدة الزيت. احط كوباية كبيرة من الزيت، بس يكون زيت ريحته حلوة. بس كده. هجيب البرطمانات اللي انا غسلاها ومعقماها، وتكون ناشفة يا جماعة، ان لو فيها مية هتعفن السمنة، ومش هتقعد معاكي فترة طويلة. لا، انا مسخن يعني غسلاها كويس ومنشفاها وبس. وبمصفى كده بدأت انزل السمنة اللي انا خلاص عملتها. شايفين لونها ذهبي ازاي؟ يعني جميلة جدا صراحة. عايزة اقول لكم في ناس كتيرة في محلات كتيرة بتعمل بنفس الطريقة دي، وتبيعها على اساس سمنة بلدي، والناس بتتغش فيها وتدفع اسعار عالية جدا. لا، انت بقى اعمليها بنفسك وعارفة طريقتها ازاي وحاطة مكوناتها ازاي، وهتطلع معاكي حلو قوي بإذن الله. وهتغنيك عن السمنة الصناعي اللي انا ما بفضلهاش ابدا. السمنة الصناعي كلها يعني بتجيب تصلب في الشرايين، وبتعمل حاجات وحشة بصراحة في القلب، وبتعمل سمنة على فترات طويلة. بس طبعا، وطبعا الزيت حلو جدا، بس الزيت الأيام دي غالي جدا. يعني الإزازة الصغيرة ب70 جنيه. بس كده. عملت البرطمان ده بيشيل كيلو. طلعت معايا كيلو ونص بالظبط. يعني كيلو الدهن ده عمل لي كيلو ونص سمنة صافي، زي ما انتوا شايفين. بس سبتها بقى. يعني ده اللي طلع معايا، اللي هو الدهن اللي في الأول، وده المورتا اللي طالعة معايا. حطيهم بقى في علبة في التلاجة واستخدميهم زي ما انا قلت لك. المورتا تعمليها سندوتشات مثلا، والدهن اللي طلع ده اللي في الأول ضيفيه على الأكلات اللي ما فيهاش لحمة وفراخ وكده، والمحاشي والتسبيكات. بس سبتها ساعتين تلاتة كده على الرخامة. بس دخلت المطبخ بقى لقيتها، بصوا شايفين طالعة ازاي؟ يعني الصورة بتتكلم بنفسها، مش هتكلم انا. طالعة مرملة وحلوة جدا، ومش محجرة. لا، وشايفين مرملة ازاي، وجميلة جدا 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 بصراحة. بس عايزة بقى تخلي يعني دي بنسبة 90% سمنة بلدي، عشان نضاف لها قشطة ولبن وكده. عايزة تخليها بنسبة 100%. في كده ريحة سمنة بلدي بتبقى عند العطار، يعني دي هتخليها 120% كمان. بتضيفيها على السمنة بعد ما تبرد. بس كده. بس استخدميها في وصفات كتير في رمضان، هتخليكي يعني مش محتاجة لأي تشتري سمنة تاني. بس بأكد برضو ان الحلويات لا. شايفين ترميلتها عاملة ازاي؟ زي رمل البحر بالظبط، وناعمة وجميلة وطعمها حلو. اتمنى تجربوا الوصفة يا جماعة، وتقولوا رأيكم في التعليقات. سلام.